بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده معانا النهاردة حمام لكن محشي بالفريك. عملناه قبل كده بالرز في القناة. هحط لكم اللينك بتاعه. نفس الطريقة بنعمل بيها المحشي بالفريك. أنا معاكم إيمان الطراوي، من مطبخ إيمي فودز أو قناتي اسمها إيمان الطراوي إيمي فودز. اللي ما يعرفنيش اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب على القناة. زي ما انتم شايفين جبنا زيت على سمنة ومحبب ومفضل يعني انها تكون سمنه بلدي. معايا بصلتين كبار هنخرطهم او نفرمهم ونشوحهم. معايا بقى فلفل وبهارات ومعايا بابريكا. واللي بيعمل تيست حلو قوي بقى توابل الفراخ علشان هنشوح معاه اي حاجه فيها طيور بنحط لها توابل فراخ. وواحده من مكعبات المرقه لو عايزه تستغني عنها ممكن تستغني عادي. هنغسل الكبد والقوانص كويس جدا ونصفيهم ونبدأ نحطهم بقى يتشوحوا مع التتبيلة بتاعتنا الجميلة دي والريحة الحلوة دي. نص كيلو من الفريك زي ما انتم شايفين مغسول بس ومش منقوع، يعني احنا هنغسله بس ومش هننقعه. وهنشوحه تشويحة حلوة كده ونكون بنغلي مية بقى في الكتل علشان نحطه سخن على سخن كده علشان يبقى مفلفل وجميل. حطينا الملح بقى على الكمية كلها، ما رضيتش احطها على الكبد والقوانص بس عشان ما تمتصش كمية ملح كبيرة، يبقى الملح متوزع على كله. ونبدأ نحط بقى نص مقدار المية علشان الفريك يستوي النص تسوية، علشان هيكمل تسويته مع الحمام. زي ما انتم شايفين بقى الحمام منضفينه كويس جدا، وخلينه كده او مفرغينه من عند الصدر، عشان ياخد كمية فريك كويسة أو كمية من الحشوة كويسة. وهنحط تحت في بطن الحمامية كده، ونحط برضو من الكبد والقوانص معاها ونسيب مساحة فاضية علشان ندي مساحة للفريك إن هو يستوي. وطبعا بينفش لما بيستوي فياخد مساحته. هنحشي الكمية كلها بتاعتنا كده ونكون بنغلي مية على النار، والمية ديت متبلينها فيها بصل ولورا وحبهان، وفيها كبابة صيني. زي ما انتوا شايفين كده حطي اي توابل بتحبيها. هنحط بقى ملح وفلفل كمان، هو مش بياخد تسوية كتير لانه حمام زغليل. هيستوي بقى في خلال ساعة، من ساعة الا ربع لساعة بالكتير قوي، يعني ساعة الا ربع بيبقى تمام. هاسيبه يهدى شوية بقى، واجيب برضه زيت على سمنة. المرة دي حمرته في الطاسة من فوق كده أو في المقلاية. زي ما انتوا شايفين طعم وريحة يا جماعة مش قادرة أقول لكم، هو الحمام غني عن التعريف طبعا، وبالفريك حاجة تانية خالص. هو أصل الحمام زي ما قلنا قبل كده إنه يكون محشي بالفريك. جربوا كل حاجة واعملوها في البيت، مفيش حاجة صعبة أبدا. كل ما تحبي مطبخك كل ما هتعملي وتبدعي في مطبخك. جربوه. المحشي بالفريك ده بنتي بتقول عليه محشي بليلة متبلة. طبعا لا، مش محشي بليلة ومتبلة ولا حاجة زي ما احنا كنا كاتبين كده في العنوان. لا، هو الفريك أساس الحمام، طعمه هايل جدا وله محبيه. لو عجبتكم وصفتنا عملنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. زي ما انتم شايفين الفريك مفلفل وجميل ازاي، طعمه هايل جدا يا جماعة. شايفين الجمال، كل واحدة بوحدتها اهي. شكرا ليكم والسلام